استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وبنى مسجد، وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج المتقاتلتين، وأبرم معاهدة مع اليهود لتنظيم العلاقات بين المسلمين واليهود. هل سنترك محمد وأصحابه يعيشون آمنون؟ هل يظن أنه بذهابه إلى يثرب قد أفلت منا؟ لا، سنحاربهم حتى نقضي عليهم. وشن كفار قريش على المسلمين عدة حروب، منها غزوة بدر الكبرى في سنة، غزوة الخندق، حيث خان اليهود العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحرضوا كفار قريش على مهاجمة المدينة، ووعدوهم أن يمدوهم بالسلاح. ما هذا ريح عنيفة سوف تدمر. سنعود إلى مكة كل